انا بصور فيراري، ومش اي فيراري، دي فيراري وهايبرد ال 296 جي تي بي. العربيه دي هدفها حاجه واحده بس وهي السواقه، عشان كده كل التحكمات موجوده في الدركسيون. الاشارات والمساحات والانوار كلها في الدركسيون نفسه من الكربون فايبر، بتغير المودز من هنا، ولو دوست هنا هتخش على البامبي رود عشان تخلي عفشه العربيه انعم. بادل شيفترز من الكربون فايبر، والانفوتينمنت سيستم والعدادات كلها هنا عشان مفيش اي حاجه تزول. الحزيمه بالاصفر، الكرسي نفسه من الكربون فايبر وفيه جلد والكنتاره. شاشه للمرافق عشان اكيد هيبقى عنده فضول يعرف انت ماشي على كام، كل ده من الكربون فايبر. ولو دوست هنا العربيه هتبقى مانيوال عشان تتحكم في الطياره بتاعتك. المنظومه بلاجن هايبريد 3000 سي سي في 6، بتطلع 663 حصان مع موتور كهرباء بيطلع 167 حصان عشان يطلعوا لنا اجمالي 830 حصان و740 تورك مع 8 سبيد دول كلتش. واوعى تفتكر عشان عربيه هايبريد صوتها وحش، دي صوتها وده مش سبويلر عادي، ده اكتف سبويلر بيفتح ويقفل على سرعات معينه، ويدي العربيه داون فورس 100 كيلو عشان يزود ثباتها. وكمان بيشتغل كاير بريك او فرامل هواء بشكل مبسط بيقاوم الهواء. وفيها كمان سبويلر قدام بيضغط الهواء اللي داخل العربيه عشان يزود من ثباتها، وفتحات كمان في الفانوس عشان تبرد الفرامل، واير فينتس هنا وفي الجنب وورا وفي كل حته. ودي اكتر عربيه في تاريخ فيراري توفيرا للبنزين، بتستهلك 8.3 لتر لكل 100 كيلو، وده احسن من العربيات في مصر دلوقتي تحت المليون جنيه. 830 حصان جرينا، يبقى لازم نفرمل. كاليبر 6 بيستون قدام و4 ورا، والكاليبرز الصفراء دي بفلوس خلي بالك. المساحات هنا ما تكفيش ازازه صغيره، بس ما تقلقش عندك مساحه اماميه 201 لتر تكفي الميه، وكمان كام شنطه صغيره. وجمال العربيه مكمل في المفتاح بتاعها، شكله عالمي. وقد تظن عشان دي سوبر كار فاكيد مفتاحها حلو، بس في سوبر كارز اغلى منها ومفتاحها مش كده، وعامل لك مكان للمفتاح عشان كل ما تبص جنبك تتغزل في جماله. فمن غير ما اطول عليك في الفيديو ده، كان فعلا نفسي اطول. العربيه دي او اي عربيه ثانيه لاكجري او اكزوتيك هتلاقيها في معرض ريتس في طريق السويس قبل مدينتي، حاجه بسيطه.